هل تعلم أن الفوز على المنتخب العراقي هو مفتاح الوصول إلى نهائي كأس آسيا أو الفوز باللقب؟ سنة 1972 المنتخب الإيراني هزم المنتخب العراقي وفاز باللقب. سنة 1976 أيضا المنتخب الإيراني يهزم المنتخب العراقي ويفوز باللقب. سنة 1996 المنتخب السعودي يهزم المنتخب العراقي ويفوز باللقب. سنة 2000 المنتخب الياباني يهزم المنتخب العراقي ويفوز باللقب. سنة 2004 المنتخب الصيني يهزم المنتخب العراقي ويصل للنهائي لكن يخسر أمام اليابان بقيادة زيكو. سنة 2011 المنتخب الإسرائيلي يهزم المنتخب العراقي ويصل للنهائي. سنة 2015 منتخب كوريا الجنوبية يهزم العراق ويصل للنهائي. 2019 منتخب قطر هزم المنتخب العراقي ووصل إلى النهائي وفاز باللقب. التاريخ لا يكذب، منذ نسخة 72 إلى نسخة 24 أي منتخب ينتصر على العراق سيكون في النهائي أو يحرز اللقب. المنتخب الأردني أثبت هذه الرواية، انتصر علينا في دور 16 والآن هو في نهائي كأس آسيا سيواجه المنتخب القطري. برأيكم من يستحق الفوز بهذه النسخة المثيرة للجدل؟